أحد القضاة في الرياض رفع إليه خبر رجل توفي في المستشفى، ولما توفي الرجل ما كان عنده زوجة ولا أولاد. الرجل يعني مثل ما يقولون، ما أقول مقطوع من شجرة، لكن ليس له أقارب قريبين جدا. فعن طريق رقم بطاقته وسجله استطاعوا أن يصلوا إلى بعض أقاربه، لأن أمواله حولت للمحكمة إلى القاضي لقسمتها إلى الورثة. طيب الورثة ما عنده إخوان أشقاء، ما عنده أم أب أخوات أبناء، ما عنده أحد. فبحث عن طريق الأحوال المدنية فوجدوا أقرب الناس إليه 3 من أقاربه، من أبناء عمه الذين ليسوا قريبين مباشرة، لكن بينه وبينهم قرابة ترجع إلى الجد أو الجد الأول أو الثاني، لكن هم الورثة، هم أقرب الورثة له. يقول هذا القاضي والله، يقول فاتصل بهم مكتبنا في المحكمة عن طريق سجلاتهم وعن طريق استطعنا أن نصل إلى أرقامهم، ودعونا ال3 المحكمة، وأقبل ال3، وإذا من هيئتهم أنهم لا أقول فقراء، لكن من عامة الناس الذين ليسوا منعمين. يقول فجلسوا بين يدي وهم مستغربين، يعني نحن مدعوون للمحكمة في أحد شكانا. يقول فقلت هل تعرفون فلان ابن فلان الفلاني؟ قالوا نعم التاجر فلان، نعم نعرفه من أقاربنا لكن من بعيد، ومن زمان ما بيننا قرابة ولا تزاور، وما يحضر هو أيضا مناسباتنا ولا يحضر أعراسنا ولا يحضر ولائمنا في الأعياد، ما بيننا وبينه قرابة، ما يدرون أنه مات، لا يعلمون أنه مات والله، ويظنون أن عنده مشكلة وأن القاضي يسألهم عنه. فقال القاضي طيب ما بينكم وبين علاقة؟ قالوا والله ما بين، حتى أرقامه ليست موجودة عندنا، هو تاجر مشغول بتجارته. يقول القاضي فقلت لهم طيب الرجل مات، أحسن الله عزاءكم. فما تأثر، الله يرحمه، يعني أصلا ما بينه وبينها علاقة، يعني موته لا يؤثر إليه، يعني لا يورث حزنا ولا. قالوا الله يرحمه. يقول فتعرفون له أبناء ولا إخوة؟ قالوا لا لا، المشهور عندنا أنه لا إخوة له ولا عنده أبناء، وهو أيضا طلق زوجته من زمان ولم يرزق بأولاده، ما نعرف عنه حقيقة يعني بقية حياته، لكن الذي نعرفه أنه لم يرزق بأولاد فيما نعلم وليس عنده أبناء. قال القاضي صحيح، نحن نظرنا في سجلاته المدنية وكذا، علمنا أنه ليس عنده أولاد وليس عنده زوجة ولا، لكن أنتم الورثة ال3. قالوا إيش؟ قال أنتم الورثة ال3، كل واحد منكم ورث 115 مليون ريال. أنا أتكلم عن شيء واقع يا جماعة، والرقم حقيقي، 115 مليون ريال، يعني قرابة إذا جبناها بالدولار حتى الناس يفهموا، يعني قرابة ربما 30 مليون دولار. يقول القاضي أما أحدهم فأغمي عليه، وأما الآخر فبكى، بكى على اللي مات الله يرحمه، وأما الثالث فشده وأخذ يتلفت ويقول صحيح أنت تمزح، احلف جد والله. يقول فقلت نعم صحيح 115 مليون ريال، ثم أعطيت كل واحد منهم شيكا بالمبلغ. هو لو يعطى شيك ب10,000 ريال ربما يغمى عليه، تعطيه 115 مليون. يقول القاضي ثم قلت لهم الرجل لم نجد له وصية، فهل تتبرع كل واحد منكم يتبرع ب1,000,000 فقط نبني له مسجدا؟ فقال الأول يا شيخ الله يغفر له، والله أنا بالنسبة لي أنا بسدد ديوني وأنا يا جماعة هذا المال جاءكم من غير تعب. يقول والثاني قال أنا أيضا أولادي كثير والثالث قال شوف العبارة، قال اللي ما نفع نفسه لن ننفعه، الذي ما نفع نفسه قبل موته بوقف أو وصية يبحث عن النفع منا نحن لن ننفعه. يعني لو كان حريصا لنفع نفسه، ما طلب منا نحن الذين ننفعه. يقول القاضي وخرجوا والله ولا واحد تبرع ولا بريال واحد، ولذلك اكتب وصيتك
ما دام أنك تملك مالك.